انت عارف أنا وصلت لإيه؟ تعال نسمع باقي الحكاية. في لحظة كده ما بتبقاش محتاج تنتقم ولا ترد ولا حتى تبرر. اللحظة اللي بتفهم فيها إن أقصى رد إنك تنجح وتسيبهم واقفين مكانهم وإنت مكمل. من هنا الحكاية ما بقتش عن وجع، بقت عن تحول. الغربة خلتني أكبر غصب عني. اتعلمت إن كل تعب له معنى، بس لازم تعرف إنت بتتعب ليه. وأنا كنت عايز أتعلم، عايز أبقى أحسن من النسخة اللي سافرت. بدأت أقرأ في البرمجة، في التسويق، في الاستثمار. كنت بشتغل الصبح وأتعلم بالليل. الناس كانت بتخرج تتفسح وأنا كنت أقعد قدام شاشة صغيرة أفهم، أغلط، أتعصب وأرجع أبدأ من الأول. رامي كان دايما يقول لي أنت مجنون يا آدم، بتذاكر كأنك في كلية تاني. كنت أرد عليه وأقول له اللي نفسه يعيش لازم يتعلم يعيش. عدت شهور وأنا ما بين الشغل والتعلم بدأت أقدم خدمات صغيرة على الإنترنت. حد يطلب تصميم بسيط أعمله له، حد تاني عايز فكرة إعلان أساعده. وفجأة لقيت نفسي بكسب أول $50 وضحكت لوحدي زي المجنون. ومن بعدها الأرقام بدأت تكبر، كل يوم في مشروع جديد، كل تجربة فيها خطأ وصواب. بدأت أشوف في المراية وش جديد، وش النجاح اللي لسه بيتكون، بس النجاح من غير توازن ممكن يضيعك. كنت بسيب الأكل علشان أخلص شغل، أنام ساعتين وأكمل، بس قلبي بدأ يدق بطريقة غريبة. الدكتور قال لي أنت محتاج ترتاح شوية يا ابني. قعدت ساعتها في البلكونة الصغيرة ببص على المطر وبتكلم نفسي، أنت كنت بتحارب علشان تعيش، بس دلوقتي بتحارب علشان إيه؟ رجعت أراجع نفسي، اكتشفت إن القوة مش في إنك تكسب، القوة في إنك تعرف إمتى تقف شوية، تشوف اللي حواليك، تحس بنفسك. رامي قال لي إيه يا عم فين الضحكة؟ تعال نخرج. خرجنا على البحر وقعدنا نحكي عن اللي فات. قال لي فاكر أول يوم جيت هنا كنت تايه؟ قلت له وأنا ببص في الموج، بس كنت مؤمن إني هلاقي نفسي. ومن اليوم ده قررت أبدأ مشروع حقيقي باسمي. ما كنتش خايف من الفشل، كنت خايف أرجع للنسخة القديمة مني. المشروع بدأ صغير بس كنت حاسس بيه كأنه ابني. كنت بصحى قبله وانام بعده. وبعد شهور الشركة الصغيرة بقت معروفة، بدأت أتعامل مع عملاء كبار، وأول مرة في حياتي حسيت إن المجهود بيتكافئ. فلوس جت، الاسم كبر، بس اللي غيرني بجد مش ده. اللي غيرني إني بقيت أقدر أبص لورا من غير ما أتوجع. بقيت فاهم إن كل خيانة كانت خطوة، وكل وجع كان درس. وفي يوم جالي إيميل من واحدة، ليلى، كتبت لي سمعت عنك، أنا فخورة بيك. فضلت أبص للكلمات، ابتسمت ومسحت الرسالة. ما كنتش محتاج انتقام ولا حتى إني أقول لها إنها كانت غلطانة، كنت بس محتاج أعيش اللحظة دي وأنا متصالح مع نفسي. وبعد فترة بدأ الشوق لبلدي يزيد. النجاح حلو بس ملوش طعم من غير الأرض اللي زرعتك. قررت أرجع وأنا مختلف، مش علشان أوريهم إيه اللي وصلت له، لكن علشان أوري نفسي إني خلصت الرحلة اللي بدأت من وجع. العودة ما كانتش قرار سفر، كانت قرار سلام مع نفسي، مع وجعي، ومع الناس اللي كنت فاكرهم أعدائي. تابع باقي الحكاية مع وجوه الأيام.